ما تيجوا نعمل النهارده صينية الجلاش اللي انتوا شايفينها دي. طريقة الجلاش حلوة قوي، وكمان هتنفعك عشان رمضان للعزايم بقى والطريقة حلوة ان شاء الله. وهنعملها وش بيتزا، ممكن تعمليها عادي خالص وممكن تعمليها زي ما انا عاملاها كده. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وكمان طعمها في منتهى الجمال، من بره مقرمشة ومن جوه طرية. سجليها عندك لعزومات رمضان ان شاء الله، هتعتمديها وهتعجبك. لايك بقى وشير للفيديو، وتعالوا نخش على الطريقة على طول. اول حاجه انا هعمل هنا صوص الجبنه. هجيب كده معلقه دقيق على معلقه زبده، هشوحها تشويحه بسيطه، وهنزل بكوبايه لبن، بس هنزل بيها بالتدريج عشان اللبن الدقيق ما يكلكعش معايا. هقلبها لغايه ما تسيح خالص، وهجيب بقى نص كوبايه جبنه كده، يعني حسب الكميه اللي هتعمليها. انا هنا حطيت نص كوبايه على كوبايه لبن او اقل، يعني حسب الكميه، وهقلبهم بس وهنزلهم من على النار. هتبص تلاقيها تمط معاكي كده، وتبقى جبنه سايحه ان شاء الله، بتبقى حلوه قوي في الحشوه. عايزه تحطي الجبنه من غير ما تعملي الخطوه دي، تحطيها صحيحه حطيها، مش فارقه كتير، بس انا بحبها بالطريقه دي. لما بنحط عليها الحشوه بتمسكها وبتخليها كده ثابته في مكانها، وكمان بتبقى طعمها حلو قوي. انا بص بقى هنا ما جبتلكوش الحشوه ازاي، لان الحشوه دي كانت عندي في الفريزر متشاله، يعني بواقي اكل بصراحه. هو عبارة عن بانيه متقطع قطع صغيرة، وعليه بقى فلفل ألوان، مش أكتر من كده. هنا بقى بجيب الحشوة بتاعتي وبنزل بيها كده. الأول بحط الجبنة اللي أنا عاملاها السايحة دي، وبعدين بنزل بالحشوة. بتني الأول الورقة نصين كده زي ما انتوا شايفينها، ربع كده مش نصين، وعشان بس تبقى محملة ما تقطعش الورقة معايا. بصراحة لو عايز تعملي ورقتين فوق بعض اعمليهم، بس أنا عملت ورقة واحدة وبتطلع معايا بالشكل ده، وبتطلع حلوة جدا. هجيب بقى ورقة تانية كده وهتنيها بقى كده حتة صغيرة، وبعدين هنزل بالجبنة اللي أنا عاملاها، وبعدين هنزل بالحشوة بتاعتي، وبعدين بنزل بزيتون. انا هنا كانت الحشوة خلصت، فنزلت عندي بجبنة رومي، وجبت وحبة سوسيس كده، ونزلت عليهم برضو بالزيتون، وهلف كده. يعني بصي الحشوة دي ممكن تحطي جبنة، بس ممكن تحطي اي حاجة عندك في التلاجة، ممكن تعمليها بنفس الطريقة دي. انا هنا بقى جبت ورقة جلاش متقطعة ومتبهدلة خالص، حطيتها في الصاج، نزلت عليها بخليط سمنة بس كده، مش حاطة عليه حاجة خالص. وهنزل بقى ايه ارص كده الجلاش بتاعي. انا بديكي كده وصفة سريعة كده، بس طبعا انتي ممكن تغيري في اي حاجة انتي عايزاها. يعني ممكن تشيلي الفلفل الالوان وتحطي فراخ بس، ممكن تحطي جبنة مع فلفل الوان بس، يعني على حسب ذوقك وعلى حسب المتاح عندك. انا هنا بقى حطيت كوباية لبن عليها بيضاية وعليها شوية سمنة، دي اللي هسقي بيها الجلاش بتاعي. هنا بقى بوزع الاول السمنه كده اللي على الوش دي عشان ما تتركزش في حته واحده. خلاص بقى كده بعد ما ادهن كل الصاج بتاعي، هنزل بباقي كوبايه اللبن على على الجلاش كله. واكون بقى هنا مشغله الفرن قبليها ومسخناه لازم قبليها. هنا بقى لازم بعد ما اعمل كده هبتدي ان انا ايه اسقيها كويس كده، اشربها حلو. وعندي بقى حته قشطه كانت مركونه كده على جنب، فجبتها ودهنت بيها ايه القشطه مع حبه من الصوص الجبنه اللي انا كنت عاملاه، حطيتهم على بعض وهدت بيهم الوش. طبعا الخطوه دي اختياريه، يعني ده لو متاح، مش متاح خلاص، يعني مش اساسيه خالص في الوصفه، بس انا عشان الحاجه ما تترميش فبحطها. هنا بقى بواقي زيتون، حبة زيتون كده على فلفل على حتة جبنة، بعمل وش بيتزا. وطبعا ممكن ما تحطيش وش البيتزا ده خالص وتكتفي بيها كده، وكمان حطيت شوية سمسم، وبرده ممكن الاستغناء عنه. بس طبعا كل ما بتحطي حاجة بتديها شكل أحلى وطعم كمان أحلى. أنا هنا لا يمكن أستغنى عن السمسم ده نهائي. كل أنواع الجلاش عندي هتلاقيني حاطة عليه السمسم، بحبه جدا. هنا بقى مشغلة الفرن ودخلته على الرف الوسطاني من تحت الأول، وبعد كده ايه لو لقيت الوش ما اتحمرش بولع الشواية دقيقة بالظبط كده، أول ما بتاخد لون بطفي عليه على طول. بطلع بقى الجلاش وببتدي ان انا اغطيه شوية علشان خاطر ما ينشفش معايا. واول ما يهدى كده هنبتدي بقى نطلعه من الصاج. شايفين بقى طبعا من ورقة الجلاش اللي فردناها دي، عملتها زي ما تكون انت عاملة فطيرة. يعني بصي هتطلع كلها بحالها. بصوا وانا بشيلها عاملة ازاي، اكنك عاملة فطيرة بالظبط. مش عايزة اقول لكم ريحتها في منتهى الجمال، يعني ريحتها بس لوحدها كفاية. هنا كمان بقى بصوا واخدة وش مقرمش كده من بره، ومن جوه طرية وطعمها جميل قوي. طبعا الوصفة دي حلوة قوي في عزايم رمضان، يعني انا من عشاق الجلاش، وما ينفعش التلاجة عندي مبقاش فيها جلاش. وفي رمضان بالذات يعني اكيد يوماتي كده ان شاء الله بنكون عاملينه حلو وحادق وكده يعني. هنا بقى ايه انا قطعتها من النص، فشوفي بقى تديكي كمية حلوة قوي. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات حلوة ولا لأ. ما خدتش مني وقت خالص، وأتمنى إن هي تعجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.